وهنا سأذكر حديثا أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يتعلمه كل محزون وكل مهموم، وأقسم بجلال الله إن هذا الحديث من دعا الله بهذا الدعاء وهو صادق يتصور ويتمثل ما يدعو به، إن الله جل وعلا يرفع عن قلبه الهم ويرفع عن قلبه الغم ويجعله أسعد خلق الله حتى والبلايا تصب عليه. لأننا أيها الأحباب نسير في هذه الدنيا والراحة بعد الصراط، الراحة بعد الصراط قبل جنان النعيم، يوم أن نجتمع على باب الجنة اللهم آمين. هنيئا لأهل المصائب يوم أن يغبطهم أهل الموقف. يتمنى أهل الموقف إذا رأوا أهل المصائب وقد صبت عليهم الأجور تمنوا لو أن في الدنيا قرضت أبدانهم بالمقارير، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصاب عبدا هم أو حزن ثم قال ولا يوجد فوق الأرض أحد في صدره قلب، أما اللي ما عنده قلب فلا نتحدث معه، في صدره قلب، ثم قال هذا الدعاء ولا بد من الهم حتى ترتاح، لا يوجد. أين الراحة؟ قال أحمد عليه رحمة الله لابنه عبد الله: عند أول خطوة أو قدم نخطو بها إلى الجنة. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. حق على الله من قال هذا الدعاء إلا أذهب الله همه وأبدله فرحا.